لكل محبين آلات الاسبريسو المنزلية جبت لكم في الحلقة هذه آلة جديدة وولف بليتز. ايش الآلة هذه وايش قدراتها وايش امكانياتها ومين راسل لي هي؟ خلينا نشوف سوا انا وانتو، حتى انا معاكم وانتو وانا، ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. ايش الحلاوة! يا هلا ومرحبا فيكم يا محبين النبي، دائما صلوا عليه وزيدوا النبي صلاة. يا محبين مكان الاسبريسو المنزلية وصلتوا، واكيد هذه حلقتكم. مين انا؟ معاكم انا خبير القهوة والمقاهي والآلات أحمد عمر، والقناة هذه تتكلم وتحكي عن كل حاجة وأي حاجة تحصل داخل المقاهي، الأدوات المنزلية، أي شيء تحتاجه عشان تحضر قهوتك. الجديد في القناة يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لكل جديد. وتعالوا خليك قريب مني من حساباتي الموجودة الآن أمامك، انستغرام، سناب شات، وكل باقي الحسابات الموجودة تحت في وصف الحلقة. ودعمني باللايك عشان تلاقي محتويات كثيرة من نفس هذا المجال. مكان الاسبريسو أنواع وأشكال وإمكانياتها مختلفة. زودني بالآلة هذه متجر بانجود الصيني، ما فيها آلات اسبريسو فقط، فيها كل المنتجات اللي ممكن تحتاجها في بيتك أو في حياتك. أدوات مطبخ، أدوات منزلية، مفروشات، سيارات. متجر فول أوبشن وتجيك من الصين مباشرة. الناس اللي تحب تقضي حوائجها أونلاين المتجر هذا مناسب ليكم. وعندي لكم متابعين نكوت 10% خاص بكل الأدوات اللي تحتاجها في المطبخ، من أواني وآلات كل شيء. بسيب لكم رابط المتجر هنا أو تحت في وصف الحلقة مع كود الخصم. طيب خلينا نفتح البوكس ونشوف إيش عندنا داخله. أحلى شعور لما تفتح أشياء جديدة. BWCMM2 هذا اسم الآلة من براند بليتز وولف. طيب خلينا نفتح الصندوق هذا ونطلع الماكينة. الله يرزقكم، قولوا آمين. طبعا عندنا اليوزر مانوال، الكتيب، الشروحات، ايش امكانيات الآلة، ايش قدراتها. في اكسسوارات بالجانب حرجع لها. ايش الحلاوة! نشوف عندنا البورت فلتر، هنا ما في شيء. ماكينة حجمها بسيط ومناسب لزاوية القهوة. ونرفع الستار. هذه شكل الماكينة من الخارج. خلينا نشوف الاكسسوارات اللي تيجي معاها. طبعا اهم حاجة البورت فلتر حقنا تقريبا بمقاس 15-16، يكون باسكت مضغوط. ومعنا الكيس الثاني يكون فيها باسكت للسنجل شت وبرضو باسكت مضغوط. وبرضو معانا هنا سكوبر عشان نغرف القهوة، وضغط معاها تامبر في نفس الوقت. ناخذ لمحة عامة على الماكينة. خارجيا نشوف في السطح في سخان الأكواب، بحيث إنه نحط أكوابنا هنا فتسخن وتكون أكوابنا جاهزة للتحضير. نشوف إنه في شاشة إلكترونية لمس، عصا تبخير تتحرك يمين ويسار، سلة ألمنيوم وتحتها خزان للموية للتصريف، وفي البلاستيكة هذه بحيث انه تنبهنا اذا الموية صارت فل فتعوم وتطلع لنا من الخارج. بالنسبة لخزان الموية فهو بهذا الحجم تقريبا 2 لتر، وهي مساحة كافية ومناسبة. خلينا اركب البورت فلتر. طيب نشغل الآلة ونشوف انه الشاشة قاعدة تنور، واتوقع انها الان قاعدة تتأهب او تجهز للتشغيل. نشوف الأضواء كلها اشتغلت. طبعا أنا لسه ما ضفت أي موية ولا أي حاجة، بمجرد إنه الفلاشات وقفت معناته الآن الآلة جاهزة. عندنا في الشاشة 5 أزارير. الزر الأول وهو للسنجل شت، بحيث إنه الآلة تكون مبرمجة إنه تنزل لك كمية الموية تكون لسنجل شت الإسبريسو، واللي جنبها يكون للدبل شت. الزر اللي في المنتصف وهو زر التشغيل أو الإطفاء، بحيث إنه لو ضغطناه مرة واحدة تشتغل الآلة، لو علقنا عليه تنطفي. الزر الرابع وهو لاستخلاص القهوة يدويا، بحيث إنه أنت تضغط الموية تنزل ولما تضغطها مرة ثانية توقف. والزر الأخير وهو للتبخير، تبخير الحليب. اللي حسويه أنا الآن إني هحط موية بحيث إنه أغسل الماكينة بالداخل 2-3 لين ما أحس إنه الماكينة نطفت. طيب يا حلوين، بحط الكوب فوق الجهاز عشان يسخن وأنا أسوي القهوة. ما ذكرت لكم قوة ضغط الآلة هي 20 بار.
وهو يعتبر قوة ضغط عالية. معظم الآلات المنزلية المختلفة تكون قوة ضغطها 15 بار إلى 20 بار. طيب هحتاج ميزان عشان أحضر قهوة الإسبريسو، واللي ما يعرف يحضر قهوة الإسبريسو سبق إني نزلت حلقة بالتفصيل كيف تسوي قهوتك الإسبريسو في البيت، إيش الريشيو وكيف الوصفة. تضغط هنا حتلاقي الحلقة أو تحت في وصف الحلقة هذه. بشيل البورتي فلتر، طبعا خلاص انا نظفت الماكينه من الداخل، وبحطه على الميزان عشان اقيس البن، وبشوف الباسكت كم حيشيل. طبعا نتاكد انه تكون الطحنه خاصه للاسبريسو. انا حطيت 14 جرام وشايف انه الباسكت خلاص مره مليان، فاتوقع انه هذه السعه القصوى للباسكت. بوزعها وبضغط عليها. بركب البورتي فلتر في الجهاز. ممكن احط الكوب تحت البورتي فلتر عشان استخلص، بس انا ابى احط الميزان تحت الكوب عشان احسب الاستخلاص، فانا حضطر اشيل السله السفليه هذه عشان يكون عندي مساحه كافيه اني احط الميزان تحت الكوب. بس المقاس بالتمام للميزان. اصفر الميزان وببدا استخلص القهوه الاستخلاص التلقائي. تبدا تحسب الثواني، والماكينة تلقائيا ترطب القهوة لمدة 3 ثواني وبعدين تبدأ استخلاص. نشوف الوقت 30 ثانية. الوقت المستغرق عشان الاقي الاستخلاص هذا 30 ثانية 30 جرام. نشوف الاستخلاص كريمي، بس كيف الطعم؟ نشوف. بسم الله. طعم متزن، ما في له اي مشاكل، ما في حرقة الحلق، لانه توقعت انه قوة الضغط العالية هذه ممكن تطلع لي مشاكل في الافتر تيست، ولكن كل شيء الان تمام. ما في حموضة تضايق، ما في مرارة غير مستساغة، كل شيء متزن. خلينا نشوف الان التبخير كيف. عشان نسوي التبخير احنا اول حاجة حنحتاج حليب. طبعا حروح اجيب حليب، ولكن حنضغط زر التبخير وبعدها حنستخدم المفتاح الجانبي عشان نتحكم بقوة التبخير. خلينا اجيب الحليب عشان ابدا ابخر. للاسف المتوفر معايا حاليا حليب قليل الدسم، يخارج ويفي بالغرض، ولكن الافضل يكون كامل الدسم عشان يطلع لنا كريمة ممتازة للحليب. طبعا عشان نقدر نرسم على القهوة حنحتاج ابريق التبخير هذا، وللاسف الماكينة ما تجي ضمن اكسسواراتها ابريق التبخير، فاللي حاب يشتري الأداة هذه بسيب رابط الشراء تحت في وصف الحلقة. طيب عشان نشغل عصا التبخير حيكون في موية في البداية تطلع، فبحكم انه عصا التبخير ما اقدر اميلها داخل السلة هذه، فحجيب ابريق خارجي وافرغ الموية. بمجرد ما تطلع الموية عصا التبخير حتكون جاهزة اني ابخر بها الحليب. ادخل العصا وابدأ اشغل. قوة التبخير عالية. نطفي عصا التبخير. طلعت لي رغوة زايدة. اوزع الحليب عشان اقدر ارسم، وابدأ ارسم. كده معايا كابتشينو في البيت. بسم الله. ممتازة، آلة جميلة عملية، قوة التبخير عالي. قيمة الآلة هذه في متجر بانجود 900 ريال سعودي أو 200 دولار أمريكي. طبعا هذا غير كود الخصم اللي تستخدموه 10%، تطلع 800 ريال تقريبا 177 دولار بهذه الحدود. آلة عملية ممكن نحطها في زاوية البيت. ايش رايكم فيها انتم؟ هل ممكن تقتنوها وتخلوها في زاوية القهوة عندكم؟ هل عندكم آلات أخرى تعرف تحضروا الإسبريسو؟ الناس اللي ما تعرف تبخر الحليب للاتيه عشان ترسم، سبق إن نزلت حلقة عن كيفية الرسم وتبخير الحليب، بسيب رابط الحلقة هنا أو تحت في وصف الحلقة. زوروا متجر بانجود وخذوا فكرة عنه، واستخدموا كود الخصم على كل الأدوات والأواني الموجود في قسم المطبخ. لايك للحلقة إذا عجبتكم، واشتركوا في القناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا وخليكم قريبين مني من حساباتي الظاهرة الآن أمامكم. كان معكم أحمد عمر، والحلقة كده انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبة بن اي افكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة او ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة ايش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دب الشت يخليك انت تنط في ارضك ثم تحط اي، او ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف ايش الهرجة مع احمد عمر.